لو عايزة البط بتاعك يوصل لحد 6 كيلو، فهنعمل خلطة التسمين اللي هي بتخلي البط ما شاء الله لحم زي العجول، زي اللحم البلدي تماما. وكمان يديك الوزن اللي انت عايزاه. طبعا الخلطة دي من عمر، تبتدي ان انت تعملها من عمر الشهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هنعمل النهاردة خلطة حلوة جدا للبط، للتسمين، وهي ده الخلطة اللي بتديك الوزن اللي انت عايزاه. طبعا هتعملي كمية وهتأكل البط منها من أول لما البطة تجيب معاكي عمر الشهرين، هتبتدي ان انت تعملي لهم الخلطة دي. فيها كل المكونات اللي البط بيكون محتاجها في الفترة دي. يا ريت لو لسه بتشوفوا القناة بتاعتي تعملوا لايك للفيديو. طبعا هندخل كده ايه على الخلطة بتاعتنا. اول مكون كان معايا وهو طبعا الدشيشة اللي هي الوسط. طبعا الكمية زي ما انت عايزة تبتدي من 4 كيلو، فهتعملي 4 كيلو من كل مكون من المكونات دي. وده طبعا العلف اللي هو 21%. كده حطينا الدشة اللي هي الوسط ومعاها العلف. طيب نسبة العلف ممكن تزودي وممكن تقللي منها. وطبعا برضو كان معايا العيش اللي هو العيش ناشف ومدشوش، وبرضو الكمية اللي تكون موجودة عندك على حسب الامكانيات هتبتدي ان انت تعملي المكونات دي. دي طبعا معانا كده ايه، علف وعيش ودشيشة وسط. طبعا الخلطة دي بتخلي البط ما شاء الله ولا الدهون نسبة الدهون بتكون مش عالية عنده، وبتسمنه بسرعة جدا. وده طبعا الردة حلوة جدا في التسمين، طالما في وسط الخلطة مش لوحدها، علشان الناس اللي دايما بتقول ان الردة بتخسس لو انت بتأكلها لوحدها من غير اي اضافات. لكن طالما معاها عيش ومعاها الدشيشة اللي هي الذرة الصفراء المجروشة ونسبة من العلف، فهتلاقي البط ما شاء الله بيكون لحم معاكي ووزنه بيعلى. يعني الوزن بتاعه يوم عن يوم بيبان كده، وانت بتشوفي بنفسك البط. طبعا ايه، انا هنا يعني بقلب كله مع بعضه. مهم جدا بقى ان انت تلخفني كل الخلطة مع بعضها وفي حاجة واسعة كده، وتبتدي ان انت تلفي كل الحاجات دي مع بعض. وبعد كده بقى ممكن تفضهم بقى في اي حاجة عندك، في شكارة او في علبة تكوني مش عايزاه، وتاخدي بقى على حسب يعني على قد الطيور اللي عندك، وتأكليهم كل يوم من الخلطة دي. طبعا الإضافة اللي ممكن نحطها عليهم كده يوميا، ممكن تضيفي بقى ايه لو عندك خضار اي حاجة، برضو ايه انت هنا هتوفري ليهم، وفي نفس الوقت بتديهم كل العناصر الغذائية اللي البط بيكون محتاجها من اول لما بعد عمر الشهرين كده، علشان يبتدي ان هو ايه يكبر معاكي. وكمان يعني الخلطة دي كمان بتساعد البط ان هو ما يجلوش افتراس، ولا في بطة تلاقيها بتنهش في التانية. انت هنا حاطلهم من كل المكونات، يعني ما شلتيش العلف ليهم. الخلطة فيها نسبة من العلف، فيها نسبة من الدشيشة، فيها نسبة من العيش ومن الردة، من كل حاجة الطيور بتكون محتاجاها. طبعا الخلطة دي برضو تنفع للفراخ، يعني لو انت عندك فراخ بتبيض ممكن تأكلي الفراخ مع البط من نفس الخلطة دي، وتوزعي بقى على الطيور اللي عندك كلها. اه، فما شاء الله يعني هنا الكمية حلوة. ممكن تقعد بقى ايه 10 ايام ولا حاجة، على حسب بقى الطيور. لو كل واحد بيكون يعني لو انت مربية 10 بطات وعايزة تعملي لهم خلطة زي كده، ف يعني هتكون النسبة ايه مش مكلفة، وفي نفس الوقت ايه مغذية. ممكن تزودي العيش اكتر من المكونات دي، برضو بيكون حلو جدا للطيور. طبعا ابتدينا كده ان احنا جهزنا كده الخلطة ليهم، وبعد كده بقى بنشيلها كده في حاجة،
وكل يوم نحط للبط ايه مرتين 3 في اليوم، علشان ايه؟ علشان يلحق كده يكبر ويدينا الوزن اللي احنا ايه بنكون عايزينه ليه. وهتشوفوا بقى البط وهو ما شاء الله بياكل من الخلطة وحلو جدا. مهم جدا الناس اللي بتشتكي ان البط الشهية بتاعته مش مفتوحة على الاكل بتاعه يعني ما بياكلش قد كده، علشان انت بتسيبه قدامه البط على طول ما بتجوعهوش. حاولي ان انت تجوعي البط يعني ساعتين كده في وسط اليوم، هتلاقيه بالشكل ده. اول ما تيجي انك انت تحط له العلف بتاعه بخلصه كده وانت واقفه. طبعا عايزه تحطها على الناشف، يعني بفضل برضو ان انت تحطها له مناشفه. لو هترش عليها شويه ميه بسيطه كده الحبه اللي انت هتاكلي منهم البط، يعني يا دوبك كده تنسيمه يخلصها البط على طول. ما ينفعش ان هي تقعد قدامه بقى ايه فترة طويلة، خصوصا بقى على دخول الصيف، علشان طبعا ايه في الجو الحر وكده الحاجة اللي انت بتحطها قدام بتتخمر بسرعة. انما في الشتاء ممكن يعني انك انت تنسمي له الاكل، مفيش اي مشاكل وبياكل. ومنها احنا هنا ايه ما شلناش عنه العلف وعملنا له يعني يعتبر الى حد ما خلطة موفرة. لو هو هياكل علف صافي فطبعا هتكون مكلفة جدا علينا. طبعا انا حبيت ان انا اصور معاكم خلطة التسمين دي علشان في ناس كتير بتطلب مني ايه هي خلطة التسمين اللي نقدر نعملها للبط، بحيث ان هو برضو ما يجيلوش افتراس ويدينا الوزن اللي احنا عايزينه، الوزن اللي هو ما شاء الله وزن عالي. والبطة بتبتدي بقى ان هي تكسر الريش بتاعها كله، وريش هيكون بيلمع عليها وما بتتأثرش ان احنا ايه خلطنا لها كده ايه الاضافات اللي هي مع العلف. يا ريت كده تشجعونا كده وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا علشان ان شاء الله بإذن الله نستمر معاكم. وحبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.